فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أهلا بكم غالياتي وأهلا بأجمل 30 ليلة. اللهم اجعله شهرا تتبدل فيه أحوالنا للأحسن. صح رمضانكم حبيباتي، تصوموه بالصحة والهنا، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. قبل ما نبدا الفيديو حبيباتي، حابه نشكركم بزاف على التعليقات تاعكم الجميله والرائعه واللي نلبس فيها بزاف من الحب والتقدير والاحترام. صدقوني يا بنات، هذه التعليقات هي الدافع اللي تخليني نتحفز باش نكمل ونحط لكم المزيد من الفيديوهات. هذا الفيديو يا بنات هو التكمله تاع تحضيرات رمضان. هذو التحضيرات كانوا في اليوم الاخير تاع شعبان قبل رمضان، يعني البارح بنهار الجمعه. هنا البنات راني نخدم في لاصوص فينيغرات، واحد لاصوص البنات جربوها وردوا لي بالخبر، جربوها ما تزوجش تستغناو عليها. نضمن لكم واش درت البنات. هنا هزيت كيله تاع زيت زيتون، انا هزيت هنا الكاس تاع 300 مليلتر، درت له ثلث كيله تاع قارص وخمس سنات ثوم ونص ربطه تاع معدنوس. هزوا غير هذوك الوراق نحيو السيقان ورحيتهم بالبلاندر راكم تشوفوا، وزدت لهم بعد زدت لهم رشه تاع فلفل اكحل، رشه صغيره، والملح يعني حسب لا كونتيتي اللي عندي، ونخبطهم هكذا زوج خبطات ونحطهم البنات في القراعي هذو، وصفي وندير السلطه نلقاهم واجدين. البنات تجي واحد لاصوص روعه، جربوها وردوا لي بالخبر. تجي بنه. هنا البنات باش درت ثاني حكمت القاص هذاك اللي كان في الفريجيدير كامل، عصرته ودرتو فيه هاد القوالب هذو ودرتهم صفي نديرهم في الكونجيلاتور. قلت كي نحب نجبد مورسو بركه ما كان له، يعني بيسك القارص كي يقعد بزاف في الفريجيدير راح يفسد. قلت نحيه من طريق. هنا اني درتو في القوالب هذو ونكونجليهم، بعد نجبدو صافي نحيه من القوالب هذو ونحطو في دي ساشي. هنا البنات هذا الكشور هذا تاع القارص ما صافي ما رميتوش، راني خبيته. قلت راح ندير به واحد الخلطه باش نغسل بها الميكرو اوند والكوزينيير وبزاف حوايج. وين رحت هنا البنات؟ رحت باش نخدم بلاطو صغير هذا تاع قلب اللوز. جبت هنا 4 كيسان تاع سميد تاع قلب اللوز. انا شيت هنا سميد تاع الميزان، وكاين البنات السميد هذا كيتباع في ساشيات. انا هنا في مرفا نشري السميد هذا تاع الميزان، عاود تجي الحبات تاعو خشينه سبيسيالمون قلب اللوز. هزيت 4 كيسان من هذا تاع 250 مليلتر. البلاطو هذا كي نعطيه لكم البنات قبيله، هذاك راهو الابعاد تاعو 30 في 24، يعني هذاك البلاطو هذو هما المقادير تاعو. قلت لكم كيلت 4 كيسان معمرين تاع السميد هذا تاع قلب اللوز، وزدت له 2 كيسان سكر. الكاس الاولى كما شفتوني حطيته كامل، والكاس الثاني نقصت منه صبع. هنا ملحت هكذا رشه برك ملح مش بزاف، ودرت هنا مغرف كبيره تاع فاني. هنا البنات راح ندخل هذاك السميد والسكر مليح بيان حتى تولي حبه سميد حبه سكر. ومن بعد البنات زدت نص كاس زبده. انا درت هنا زبده طبيعيه، وما تقدروا تستخدموا مارغرين ولا اي زبده تحبوها ولا سمن. هنا البنات راني نبس فيه مليح بيديا، صافي ندخل هذيك الزبده مليح في السميد هذاك حتى ترجع مبسسه هاكم كما شفتوا. هنا البنات نجيو للماء. هذه هي في الحيله البنات تخلي قلب اللوز تخليه معسل. جبت نص كاس ماء ودرت له نص كاس ماء زهر ونحطهم على النار حتى يوليو يغليو، يوصل لدرجه الغليان. من بعد البنات نصبهم فوق هذاك السميد ونخلطو مليح مع السميد، في الماء مع السميد بيديا. صافي نوصل حتى وين نعجن طول حتى يولي يتعسل هذاك السميد.
نبقى نخلط وحده ونعجن واحد المده حتى يتعسل هذاك السميد بيان. صافي يتشكل العسل في يديا هكا كيما تشوفوا. المرحله هذه البنات نخليوه يرتاح، نغطيه صافي ونخليوه يرتاح ونروح نوجدوا الحشو. قبل البنات نوجد ساعه، وجدت هنا العسل الساعه اللي راح نسقيه به. هنا البنات انا ما نحبش العسل هذاك يجي ترونسبارون. واش ندير نهز مغرف ولا زوج تاع سكر. انا هنا هزيت مغرف. هنا كرملتها البنات لا كولور هذه صافي قادرين تخليوها تولي فونسي على هذه. انا نحب لا كولور تاع العسيله تجي فاتحه. بعد ما تكرمل البنات نزيدوا لها 4 كيسان تاع ماء. صافي الكيل تاع الماء هو نفسه الكيل تاع السميد. نزيدوا لها 4 كيسان ماء. والكيل تاع السكر في العسيله هنا هو نفسه الكيله تاع السكر في السميد الثاني. يعني 2 كيسان تاع سكر، 4 كيسان ماء ب2 كيسان تاع سكر. هنا البنات الكاس الاول هاكم كما شفتوني لحتو كامل، والكاس الثاني نقصت منه هذيك المغرف اللي لحتها قبيله تكرملت. نخلطهم كما شفتوه كذا مليح، ومن بعد نحطوهم على النار كي يبداو يغليو ونحسبوا لهم 10 دقائق ونطفيو. هنا البنات زدت لهم انا دي ترونش تاع القارص باش يمدوقوا مليح. ونروحوا البنات باش نوجدوا الحشوه تاع قلب اللوز. انا هنا قلب اللوز راح نديرو محشي باللوز. جبت واحد كاس تاع لوز هكذاك في بكشورو حمصته ورحيته. وهنا لا كونتيتي هذه الصغيره البنات رنختها ونحيت لها القشور هذا باش نحطها الوجه هذه. هنا البنات بعد ما غلا العسل كمل صافي بعد ما فاتوا هذوك 10 دقائق نحيت هنا لي ترونش تاع القارص. شوفوا البنات لا كولور اللي قلت لكم عليها هكذا. صافي اللي يحبتها حمراء تخلي هذيك الكراميل يتفونس هكذا مع الاول. صافي لا كولور تاع العسيله راهي تو ديبون على هذيك المغرف تاع السكر. وهنا وزدت البنات زدت المغرف تاع سكر الجلوكوز نورمالمون. هذا البنات سكر الجلوكوز راح يمد واحد القوام كذا خاثر لهذا العسل كي شغل يعقدو. هاي لابواط اللي خدمت بها مكتوب فيها شراب الجلوكوز ولا سكر الجلوكوز ولا ما شفيت. انا البنات راح نخدم الحشوه هذيك. قلت لكم جبت كاس تاع لوز مرحي وراح نزيد له 4 مغارف من هذاك الحشو تاع قلب اللوز هكذا باش يزكيه. زيدو يحكموا في يتحكم في بعضاه. وزدت له البنات 2 مغارف تاع كاكاو بودره. انا زدت له هنا المارون باش من بعد البنات الطبقه هذه تاع اللوز تكون باينه شويه. كي نقسموا الحبه تجي الطبقه هذيك باينه. انا البنات هاني نخلط مليح، خلطت مليح ونروح نبلو بماء الزهر. هنا البنات الماء الزهر نزيدو بشويه ونخلط بيدي حتى نوصل للقوام هذاك تاع نفسه تاع العجينه هذيك تاع السميد. علاه نوصل نفس القوام هذا باش من بعد كي صافي نحشيها ونحلها هكذا باليديه يمشيو مع بعضاهم. لازم يكون عندهم نفس القوام. نغطيها حتى هي البنات ونخليها تريح. ونروحوا هنا باش نخدم شباح الصفراء. هنا البنات جبت 4 كيسان من هذو كيسان تاع صفي الكيكيات. جاوني 4 كيسان تاع 250 مليلتر تاع بودره تاع اللوز. انا البنات انا ما في الحق نشري اللوز ونرحيه في الدار. هنا مسوي ما كانش عندي الوقت شريتها ديريكتومون مرحيه. هنا البنات كما قلت لكم قبيله قيست 4 كيسان تاع لوز مع كاس تاع سكر. من بعد البنات اني رحيتهم هنا مع بعضهم من اللوز والسكر باش يترحى هذاك السكر ما يبقاش يغزز. راح لي المقطع اللي رحيت فيه. ومن بعد البنات هنا زدت لهم صفار بيض. انا هنا بديت بزوج ونشوف صافي كي وكل ما يخصني نزيد. يعني راني زدت الصفار الثالث ومن بعد زدت الرابع. هنا هزت لي هاد لا كونتيتي زدت لي 4 صفار تاع بيض. البنات ما نعجنوهاش يعني هذه العجينه نلموها برك بصباعنا. هنا راكم كما شفتوني راحوا لي المقاطع تاع شباح صفراء.
تحصلنا على بودان يكون طري كي يصفي كي نعبز عليه نلقاه طري. خليته في البابي فيلم يصفي هذاك السكر اللي فيه يتعسل مليح. هنا البنات كانوا عندي بقى شويه مشتريات جبتهم باش نغسلهم. اني قلت نوري لكم مره واحده. شريت البنات هذا الصحونه هذو، شريت هذو اللي كبار شويه كذا ب 35 والاخرين ب 28 عم يخرجوا مع بعضهم. شريت 4 وشريت لا سوبيير هذه اللي شفتوها كما شفتوها ب 200,000. وشريت هذا دي لا سوبيير وصحونه دوك اسورتي مع بعضهم. وشريت هذا لا مارميت هذه جايه كي شغل فونت ولا ما عم بالي لا ماتيير تاعها بصح هي صنع ايطالي وجايه كي شغل فونت. هو مش يعني ثقيل بزاف والمغلق تاعها هكذا بالزجاج. انا كانت خاصتني ما عنديش يعني لهكذا شريت هذه. استقامت لي البنات 400. وشريت هاد السيرفيس اكافي. كنت نحوس على سيرفيس قهوه حليب في الموديل هذا ما لقيتش حليب وليت شريت في قهوه. قلت منا وجاي كذا نلحق له سيرفيس تاعو تاع الحليب. هذا البنات استقامني 200,000. هنا قبل ما نغسل اللماعن هذوك البنات قلت نجي نحط البيضنجال يتشوى. راح ندير دولمه بيضنجال وفي نفس الوقت هاني نغسل في اللماعن. حطيتهم يتشواو على الغاز كما شفتوني وجبت هذوك اللماعن نحيت لهم هذوك الاتيكات تاعهم. راح يجي يوم ويكبر الصغير ويروح ينام في غرفته لحاله ويسكر الباب عشان ما تزعجيه. وراح تصير طلعاته مع اصحابه وبدونك. راح يصير يمشط شعره بايده وما بحق لك تفوتي تحمميه. راح يجي يوم ويكبر وراح تمر سنوات الطفل اسرع ما بنتخيل. راح يختار اواعيه ومش راح تجبريه يلبس بنطلون من اختيارك. يوم من الايام راح تروحي تشربي فنجانك القهوه قدام التلفزيون بدون صراخه المزعج وحركاته المستفزه. مش راح يصير بيتك فوضى ولا راح تلاقي العابه الملونه في كل مكان. يوم من الايام راح يكبر الصغير مش راح يكون بحاجتك زي ما بسوي هسه. بس هسه انت ما عليك الا تستمتع بهذا الاحتياج الجميل وتشبعي وتشبعي منه. راح تنتهي ايام وجع الراس من صوته ووجع الايدين من حمله ووجع الرجلين من انك تركضي وراه. راح تنتهي حتى الضحكات على براءته، النوم في حضنك، اللعب معه، القصص الليليه. راح تنتهي من صنع ايطالي هذا لا مارميت هذه. وشريت البنات الثاني هذا لو سيرفيس كافي. صافي كنت نحوس على الموديل هذا ولقيته صافي كنت نحوس عليه قهوه وحليب. لقيت ما لقيتش الحليب لقيت غير قهوه. يستقام لي البنات 200,000. هنا البنات راني راح نبدا ندير الغداء. هذاك الطبق اللي قلت لكم عليه يعني يصلح رمضان، طبق رمضاني بامتياز. انا كما تشوفوا حطيت الباذنجان يتشوى ورحت راح ندير طليل هذوك الماعن باش كنت حابه نطيب في هذيك الطنجره هذيك الصغيره نجرب فيها تراه طياب كيفاه قبل ما يدخل رمضان. لقيتها البنات والله غير طيب على الكيف. انا اني لحت الزيت ودرت البصله والثوم ودرت صوص بلانش عادي. درت فيها كزبر كزبر فلفل الكحل ملح. هنا قبل ما ندير ريزيبيس درت شويه لحم يتقلى. درت قلت لكم لي زيبيس هذو اللي قلتهم. وزدت درت مغرف موطارد شويه معدنوس. درت زنجبيل شويه كركم على جات لا كولير بركه. وقليتهم مليح. هنا لا صوص بلانش تاعي درتها بالجلبانه. كاين اللي يديرها بالزيتون. انا بريفيريتها بالجلبانه. خليت صافي هذاك اللحم يتقلى مليح ورحت البنات للحشو. الحشو هذاك الباذنجان بعد ما برد زدت له لا ميم كونتيتي تاع الفيونداشي. انا هنا جاتني يعني لا كونتيتي تاع الفيونداشي كثر شويه. هو نورمالمون لا كونتيتي تاع الباذنجان كيما لا كونتيتي تاع الفيونداشي. انا زدت له كونتيتي مليحه تاع المعدنوس ولي ميم زيبيس اللي درتهم في
في الطنجره. انا بركه البصله والثوم درتها بودره هذو، وكسرت عظمه ودرت واحد مغرف شابلير ولا براسك زوج مغارف شابلير، بيسك هذا الخلطه هذه تحتاج لا شابلير يعني اكثر من الفيونداشي وحده، بيسك هذاك الباذنجان راح يخفها لي. انا كون شفتو زدت لقيتها محتاجه شويه شابلير، زدت لها شويه شابلير. انا لا شابلير هذه البنات راهي مداويه. هنا بعد ما تقلات لي هذيك البصله مع هذاك اللحم، مرقت بكونتيتي كذا واحد نص لتر تاع الماء سخون، وكي غلا زدت له واحد الرطل تاع جلبانه. انا البنات هذوك الفيونداشي شكلته ديبولات. انا وغلا الماء بنات حطيت الجلبانه هذيك طيب معاه ونخليها طيب، ورحت لي بولات هذوك تاع الفيونداشي حمرتهم شويه في الزيت. انا ما نديروش الزيت بزاف، نسخنوها ونحطوا صفيه اللحم بوحدو. البنات راهو مش كيما اللحم كيكون مخلط مع الباذنجان، هنا راهو ليه حمار صافي. معاه نحطوه هكذا شويه نقلبوه يدي التحميره هذيك صافي. تزيد له بنه وكولار. من بعد البنات هنا وراح لي المقطع كي تحمروا لي، وبعد ما طابت جلبانها ولا القوام اللي تكون عليه لاصوص، زدت لها هذوك لي بولات تاع الفيونداشي ونقص لها النار ونخليهم يتكتكوا صافي. لاصوص هذيك يتعقدوا لي بولات هذوك يطيبوا. كان هذا هو العشاء تاعنا البنات الليله هذيك اللي قبل رمضان. انا البنات رجعت لهذاك القلب اللوز لقيته تعسل كما راكم تشوفوا. راح نقسمه على دو بارتي كيكونوا قد بعضاهم متساويين. وهذاك الحشوه البنات لقيته شويه كشغل تشرب، زدت له شويه ما زهر، قلت لكم يولي لي كيما القوام تاع هذيك السميد. هنا البنات هاو العشاء مديت لهم يتعشاو صافي تعشينا، ورحت كملت هذاك قلب اللوز. انا قلت عزمت اليوم قلت لازم الليله نكملو. على بالكم باللي قلب اللوز يحكم اليد صافي. السميد لازم يقعد يتشرب الحشو كيف. المهم البنات هذا بالنسبه للطبق هذا تاع الباذنجان جا روعه، وطبق رمضاني بامتياز. جربوه وردوا لي بالخبر. اللي صافي اللي يحبوا الباذنجان راح يعجبهم. انا البنات هاكو كيما تشوفوا حطيت النص الاول هذاك تاع لاباط، وحطيت فوقه هذيك الحشوه. شوفوا هنا البنات درت كي شغل راح ندير البراج، ما حطيتش يعني لا كونتيتي على البلاطو كامل، لا حطيت هكذا داك شغل دائره هكذا وفوقها الحشو. زدت هذاك لا كونتيتي الثانيه صافي. نغطي هنا الحشو مليح ونحلها بيديا حتى يتحل، حتى يولي كيما قد البلاطو. حرصك على أن تفتح الباب ليلا بلطف كي لا تزعج نائما، إمساكك لباب المسجد منتظرا لكبير في السن أن يدخل، تفاديك أن تدهس قطة عابرة، ابتسامتك لطفل لا تعرفه، دعاؤك لمسلم مات وتعلم أن لا قريب يدعو له، إغلاقك لصنبور ماء لم يحكم إغلاقه، كل هذا من الخير لا يضيع سدى أبدا. كيما شفتوا لي البنات كي كملت خبزت هذاك قلب اللوز، جبت هذا لاكوبات هذه وقاعد نسوي في السطح من الفوق صافي. نغطسها في العسيله هذيك ونسوي بها السطح. هذا صافي هذا الجاست هذه يديروها اصحاب المحلات. وهنا برك ما نقسمش البنات، راني غير ندير في الخطوط فقط باش من بعد نعرف كيفاش نقسم. قسمتها كيما هكذا جاتني واحد 12 حبه. وهنا جيت رشقت بنات هذاك اللوز اللي قلت لكم رنختو. انا الحق هذا اللوز رنختو ليله كامله في الماء، لقيتو تنفخ صافي كي شغل تضاعف الحجم تاعو. نحيت له القشور وقسمته على زوج وراني نحطوه من الفوق باش من بعد كي يطيب قلب اللوز ما تتحركش هذيك الحبه، تبقى هكذا لاكولار هذه. بعدا ندخلوا البنات على الفور يكون ديجا مسخن على 200 درجه حتى يحمروا لي هذوك الحواشي كما شفتوا هكذا البنات،
حتى حماروا لي الحواشي هذو. نجيب المغرف هذيك تاع الزبده نحطها من الفوق كذاك هو سخون ونفوتها كامل على الوجه هذاك تاع قلب اللوز باش مع ندخلوا البنات بعدا ما يطولش يحمر لي الوجه. صافي قلب اللوز من الاخر تاعو لازم يجي احمر، الوجه تاعو لازم يجي طول احمر. هاكم تشوفوا البنات انا نحبوا هكذا، كاين اللي يحبوا صافي اغمق من هكذا. انا البنات مع خرجته بعدا جبت هذيك العسيله وهنا نشربوا على 3 مرات. صافي كي نشربوا المره الاولى راهو يبان لك شغل تشرب، نخليه ونكمل نشربوا على مرتين ونخليه صافي ما نقسموش ليله كامله. نروح البنات الشباح الصفرة هنا هاني حليتها، لقيتها ديجا صافي هذاك السكر تاع السل، حليتها بالحلال، استعنت بالبابي هذا. وهنا من ظهري ما لقيتش هذوك القوالب اللي مرفا ندير بهم نقص بهم. جبت النجمه هذه عذبتني في الاخر في القصان، وجبت بغيت ندير هلال ما لقيتش الهلال اللي كنت نخدم به، جبت واحد الشكل هكذا. ومهم فكرت درت هلال، درت الاشكال اللي درتهم، درت نجمه ودرت هلال ودرت مثلثات ودرت دوائر. هذو هما الاشكال اللي استعملتهم. انا المثلث جاني كبير قلت بدين كنت معليش كنت مزروبه قلت نكمل برك. قلت لكم البنات هنا كنت مزروبه صافي راح الحال باش نوجدوا السحور. وكي عرفنا باللي رمضان قاعده برك نسقد وخلاص ندير الشكل اللي جا نديرو. هنا كيما شفتوا هي هذيك لا كونتيتي تاع 4 كيسان هاي واش خرجت لي حبات. هنا احنا في شباح صفرة في رمضان نديروا هلال ونجمه، بصح في العراس ولا نديروا اشكال اخرين. هنا جبت هذاك البياض تاع البيض البنات، انا ما نغطسهمش في البياض تاع البيض، غير جوست نمسحهم هكذا بالشتاء هذه وهكذا باش كي نقليهم ما يقعدوش يديروا هذوك النبابل هذوك. نمسحهم ابان برك بالاخر ونقليهم البنات. هنا هذو الاولين هذوك شغل تخطفوا ليه كذا، هما لازم يكونوا يجيو القليه الاولى يجيو كي شغل صفر ما يتحمروش. قلت لكم نقليوهم القليه الاولى يجيو صفر، ومن بعد نحيوهم نخليوهم يبردوا، ومن بعد نزيدو نعاودوا نمسحوهم ثاني ببيض البيض. هنا هذو كي شغل مسحتهم كذاك ومازال فيهم شويه الاخر مسحتهم هكا في البابي. هنا القليه الثانيه يجيو صافي يجيو حمر، مش حمر يعني بزاف بيسك مع من بعد كي نحطوهم في لاصوص تاع الطاجين راهم يزيدوا يحمروا مع لاصوص هذيك تاع السكر. قلت لكم نقليوهم القليه الثانيه نخليوهم يبردوا ومن بعد نحطوهم في لي بواط دو كونجيلاسيون. انا نكمل في لا كونتيتي هذيك الثانيه. انا بعد ما كملوا صافي بردوا راني حطيتهم في لابواط هذه، جاتني كونتيتي معتبره او مود صافي تكفيني ل 15 يوم الاولين. وصافي تخدم في الدار على بالكم باللي لوز ماشي مخلطه. شفتوا شباح صفرة تاع اللي تباع لبرا واش غاليه. هنا كي حطيت شباح صفرة في الكونجيلاتور جبت هذوك القوالب تاع القرص نحيتهم ودرتهم في لي ساشي كيما راكم تشوفوا نخبيهم هكذا يبقاو كل مكعب يبقى منفصل عن المكعب الاخر كي نجبدو بسهوله. هنا كملت يا البنات جويه 11 تاع الليل. درت راجلي درت له المسفوف وجدت له المسفوف باش يسحر به. وولادي هنا قالوا لي يا ماما حبينا يسحروا على هذو المعاجن والفرماج. صافي راحت بنتي وجدت لنا هذا السحور. نخليكم تتبعوها البنات، واذا عجبكم لا فيديو فضلا وليس امرا حطوا لي جام وشجعوني. ومره اخرى نقولكم صحه فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله في الطاولات الرمضانيه. الى هذاك الوقت نخليكم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء. حرصك على أن تفتح الباب ليلا بلطف كي لا تزعج نائما، إمساكك لباب المسجد منتظرا لكبير في السن أن يدخل، تفاديك أن تدهس قطة عابرة، ابتسامتك لطفل لا تعرفه، دعاؤك لمسلم مات وتعلم أن لا قريب يدعو له، إغلاقك لصنبور ماء لم يحكم إغلاقه،
كل هذا من الخير لا يضيع سدى أبدا.